بجائزة أفضل لاعب في أوروبا. هل نتوقع أيضا أن الكرة الذهبية لفرانس فوتبول ستكون من نصيب رونالدو الذي سيفوز بها المرة الخامسة في هذه الحالة؟ والله ممكن يفوز بكل الألقاب المتاحة الفردية في هذا الموسم، كما قلنا على المساهمة مع ريال مدريد في تحقيق الألقاب. أنا أصبحت الآن الألقاب أهم، تظهر بشكل جيد، تلعب، تسجل أهداف وتساهم في الفوز مع فريقك بهذه الألقاب. وهذا كان متوقع، أن تكلمنا قبل بداية هذا الاستوديو أن رونالدو هو الأقرب، وفعلا كان هو الفائز وهو الذي فاز في هذه. ولكن هل فعلا أنت حزين كما قال؟ لا بالعكس، أنا بهزر. لا احنا بنستمتع. لا يوسف فير أنا بهزر. لا احنا نستمتع ببصمة ريال مدريد حتى في الفريق الفيفا. كأفضل مدرب زين الدين زيدان يوسف يستحق مستحقة 120% يستحق يكون هو الأفضل كمدرب. ألا ترى أنه ربما الفريق زيدان نفسه يعني كان يعني في بعد تتويجه قال بتواضع أنه لست الأفضل وما زلت أتعلم، وده سر نجاح زين الدين زيدان. ولا أخفي سرا عليك، أنا كنت متوقع زيدان ياخدها الموسم الماضي مش كلاديو رانييري، لأن هو كان مرشح وكان واخد. ولكن رانييري كونه قاد فريقا متواضعا. ليستر سيتي طبعا بما أشبه بالمعجزة إن هو يفوز بالبريمير ليج، عشان كده أخدها. ولكن زيدان قيمته في إن هو طور أداء الفريق. المدرب نتائج، مفيش شك نتائج ريال مدريد رائعة مع زين الدين زيدان وأرقام، ولكن طريقة اللعب لما تلعب بثلاثة ديفندر سواء كروس أو كاسيميرو أو لوكا مودريتش، وتطور أداء الفريق لمصلحة النجم بتاعك. كريستيانو رونالدو زمان كان بيلعب ناحية الشمال، كان بيعمل مجهود كبير جدا، إنما دلوقتي ما بيقومش بالواجب الدفاعي. لو بيجري في المباراة 8 أو 9 كيلو أو 10 كيلو بيسخرهم في المنطقة الهجومية الأمامية، عدلوا مركزه. فزيدان كان له دور كبير جدا في نسبة استثمر إمكانيات وطاقات رونالدو. والاثنين بيكملوا بعض، يعني اللعيبة لما يكبر يقول لك هي لوست هيز ليجز، يعني بقى خلاص. أفضل حارس مرمى بوفون على حساب نافاس ومانويل نوير يوسف على أعتاب 40 عاما. يستحق أظن كان يستحق ربما الموسم الماضي وصوله مع اليوفي إلى نهائي دوري الأبطال، تحقيق البطولات مع فريق اليوفي، وصوله إلى السن 40 لا زال يؤدي بشكل جيد. ربما هذا أحسن تكريم لهذا اللاعب. ولكن لو قررنا الجوائز الفردية يوسف، كيلور نافاس فاز بنفس الألقاب التي فاز بها كريستيانو رونالدو، لماذا لم يكن هو الفائز في هذه الحالة؟ هل هي الاختيارات تبقى اختيارات وتبقى كذلك. من اللحظات الحاسمة جائزة أحسن لاعب لعام 2017، ولكي نقدم هذه الجائزة فطبعا لابد أن تخرج هذه الجائزة من أيادي الأساطير والكبار. دعونا نرحب رونالدو، الساحر رونالدو ودياغو مارادونا. مساء الخير يا زين الدين زيدان. أولا إنجليزيتي ليست بالحسنة، سأتكلم بالفرنسية وبالإسبانية. أولا هذه الجائزة هي جائزة مجنونة، لأنها تعني الكثير بالنسبة لي. هو شرف أن أكون أمام كل هؤلاء الأساطير في كرة القدم، وهو أمر استثنائي. لما كنت أتصور يوما أن أفوز بهذه الحظوة في هذا اليوم المهم. أتقدم بالشكر لكل عالم كرة القدم، مدربين وخاصة كل اللاعبين، لأن بفضلهم هنالك الفرجة على الميدان. وبالطبع أنطونيو ماسيميليانو أنا أحترمكم جدا. واليوم فزت بهذه الجائزة، وكان بالإمكان أن تحجزوا هذه الجائزة. وكذلك زوجتي، أشكر زوجتي، أحبك كثيرا لأنك دائما كنت إلى جانبي كل العائلة. وأمر خاص جدا هو أن أتقدم بالشكر لريال مدريد، لأنه سمح لي بتدريب هؤلاء
اللاعبين مثل كريستيانو ولوكا ومارسيلو توني وكل اللاعبين، شكرا جزيلا لكم. ثم لدي كذلك أسطورتين كبيرتين هنا بفضلكم جميعا. أنا كنت لاعبا سابقا، ولكن في النهاية هذه الجائزة استثنائية وخاصة جدا. شكرا لريال مدريد. ذلك كل شيء. شكرا جزيلا لكم.